عيني عليك يا ابني وعلى حظك الاسود. النبي يا حبيبتي نوليني حته بدنجان احسن، نفسي مسدود. اتفضلي. مالك بتدهاني كده من غير نفس؟ بالكلام اللي يسم البدن كل ساعه والتانيه. سمي لما يصرف عروقك يا بعيده. سامع كلام السفيره عزيزه؟ سامع يا اما. وساكت؟ ما انا باكل يا اما. بقى انا كلامي يسم البدن يا موكوسه؟ لا يا اختي ده عسل وشهد مكرر كمان. وكمان بتتمقلتي عليا؟ طبعا ما انت ليكي حق. ما هو الحق مش عليك انت، الحق على اللي عينيكي ده انت شجره بور عمرها ما هتطرح ابدا، يلا ناقصه ربايه. وبعدين بقى بقول لك ايه يا حماتي، انا متربيه احسن تربيه ومش عايزه اغلط، انا بقول لك اهو، ومش كل شويه تقعدي تنبطي عليا بالخلف، وانت يا اخويا عايم على عمها كده وكأن انا السبب. امال مين السبب يا عيشه؟ ما اعرفش بقى. هو ناقصنا حاجه يا عيشه؟ ينقطع لسانها لو كان ده قصدها. اطمني يا اختي، ابنك راجل ومال وهدومه. ولما انت عارفه كده ما جبتلوش العيل ليه اللي يشيل اسمه بعد السنين دي كلها؟ امر الله يا اما كلي. طب كل يا اخويا، كل ولغ، كل ولغ لما انت واخدها على كفوف الراحه لغايه اما ركبت على كتافنا ودلدلت رجليه. انا يا اما حرام عليك، كفايه بقى. دي عيشه بنت حلال وطيبه، ما بنشوفش منها الا كل خير. والنبي يا ابو زيد لسانك الحلو ده يا اخويا هو اللي مصبرني. يصبرك على ايه يا شملوله؟ انت ما صدقت ان هو قال لك كلمتين حلوين يجاملك بيهم وانت صدقتيهم. طب هاتيله العيل اللي هو نفسه فيه، لكن هتجيبيه ازاي؟ ما انت عامله زي البطيخه القرعه، لحمها ما يتاكلش ولبها ما يتحمص. انت عاوزه مني ايه يا حماتي؟ اول ما اسيب لك الاكل عشان ترتاحي؟ كملي اكلك يا عيشه، كفايه كده بقى يا اما. فاديني سكت يا ابو رياله. يلا رحت جبت لها البغاشه اللي طلبتها، وانا ما رضيتش اجيب لي حته الهرسه اللي طلبتها منك. طب وغلاوتك يا اما، رحت لقيت الهرسه خلصت من عند الراجل. بصي يا حماتي، خد انت حته البغاشه حلي بها بقك بعد العشاء، انا مش عايزاها. ربنا يخليكي ليا يا عيشه وما تحرمش منك ابدا. ابقي ناولهاني بعد العشاء. حاضر. تعرفي يا عيشه والنبي انت طيبه قوي وقلبك زي البافته البيضه، بس لسانك ده بده يتقطع من لغلوغه. والنبي انت ما في فايده فيكي. بتضحكوا عليا كده. عيشه يا عيشه، ما رد عليا يا موكوسه، ما ترد عليا يا بنت. ايوه يا حماتي، ايوه اهو سامعاكي. ولما انت سامعاني ما ردتيش عليا من الاول ليه؟ يعني لازم توجعي لي قلبي؟ والنبي رديت عليكي بس انت ما سمعتنيش. هو ايه اللي ما سمعتكيش دي؟ قصدك تقولي عليا بقى ان انا طرشه؟ لا ما اقصدش. لا ما تقصديش، لا تقصدي. ما انا عارفه ان انت مفتريه ويندب في عينك رصاصه. قصدك تقولي ان انا طرشه. قوليها قوليها يا بنت صفيه. والنبي ما اقصد يا حماتي، حقك عليا يا حبيبتي، انا محقوقالك. تلاقيني رديت بصوت واطي عشان كده ما سمعتنيش. عاوزه مني حاجه بقى؟ خلصت اللي وراكي في المطبخ؟ ايوه. ونزلت الغسيل من فوق السطوح؟ لا هطلع عليه امه. طيب روحي اعملي لي كوبايه شاي الاول. حاضر. لا تعالي اقعدي. نعم. شيلي البتاعه دي اهي. طب نعم. قربي مني بقى. اهو. لا شويه كمان. اهو. يا بنت قربي، انت خايفه ولا ايه؟ قربي. اهو. الله، بالراحه بالراحه يا مفتريه. يلا حركيني بقى شويه كده احسن القعده دي تعباني. حاضر يا حماتي عيني. هاتي يلا، ايدك معايا يلا، كده يلا. ساعديني. يا دراعي. انت عايزه تكسري دراعي، انا عارفه، انا عارفاكي عايزه تكسري لي دراعي عشان ابقى كاتعه. انا يا حماتي بعد الشر عليك ان شاء الله اللي يكرهك. ما هو في حد في الدنيا بيكرهني غير انت يا عايشه اللي بتكرهيني. انا يا حماتي ليه بس تقولي كده؟ طب انا هكرهك ليه؟ لان جواكي اسود مش نظيف. هو انا تايهه عنك؟ خليكي كده دايما ظلماني. طب بصي يا عيوشه، نعم. يلا روحي اعملي كوبايه الشاي وشوفي ايه اللي وراكي. حاضر، هعمل لك كوبايه الشاي واطلع الم الغسيل عشان اروح اطل على امي واخواتي. وده وقت زيارات يا موكوسه؟ ده لسه بدري يا حماتي، والحاره جنب الحاره كده لازم. اقول لك على حاجه عشان ما اسيبكيش لوحدك، هخبط على ام ربيع تيجي تقعد معاكي تسلكي على مرجع. قادره ولازم تمشي اللي في دماغك. بقول لك ايه يا عيوشه؟ نعم. وانت رايحه كده وانت في سكتك عدي على ابو زيد في الورشه بتاعته، ابني اللي انيكي، ها؟ خليه يجيب لي حته هريسه وهو جاي بالليل. حاضر يا حماتي. عاوزه حاجه تاني؟ حضر لك الخير يا حبيبتي. ماشي. روحي يا موكوسه. ابو زيد مساء الخير يا اخويا. مساء الخير والسعاده والهنا يا عيوشه. جيت امتى؟ حالا يا غاليه. طب خش تشطف عم اجهز العشاء. حمام السعاده. الله يعافيك يا اخويا. خدي يا ستي عيشه. ايه ده؟ ازازه الريحه برضه؟ ان شاء الله يخليك ليا يا ابو زيد والنبي ريحتها حلوه. وكمان جايب لها ازازه ريحه يا مدهول. الا ما فكرت تجيب ازازه لامك؟ طب وانت هتعملي ايه بالريحه بس يا اما؟ هتريح بيها، متعوده عليه.
ده المرحوم جوز الله يرحمه ما كانش فيه صنف ينزل في السوق الا لما يجيبهولي. يبقى هات لها يا ابو زيد. طبعا من عينيا الاتنين ياما. ولو ان اخويا ما يلزمهاش. ليه يا حبيبتي؟ ما شبهش يا غندوره؟ لا يا حماتي انا ما قصديش يا حبيبتي، انا قصدي ان ريحتك حلوه وجميله من غير ايات وحاجه، تقوليش مسك وعنبر. ما يحرمنيش منك يا عيوشه، كلامك زي السكر. والنبي يا اختي جوزي كان بيقول لي نفس الكلام ده بالظبط. يلا الشطه فينا لحد ما نجهز العشاء. تعالى هنا، انت رايح فين؟ انا لسه ما خلصتش كلام. شوفي يا عايشه، من هنا ورايح خروج من البيت مفيش. ليه يا حماتي؟ انا في سجن وانا مش دريانه؟ ايه ده؟ انت بتقولي على البيت اللي لمك سجن يا قليله الادب؟ انا مش قليله ادب يا حماتي. يبقى انا بقى اللي قليله الادب. عيشه ما تقصدش ياما. لا تقصد، انا عارفاه. افهمي بقى اللي تفهميه، انت حره. هو انت نسوان انتم؟ جاكم نيله في ايامكم السودا. ليه كده بس ياما؟ معلش يا عيشه. يا اخويا دي بقت عيشه تقرف وتاثر العمر بعياد النيل عليا وعلى سنين